مساء الخير وحلقة جديدة في الكرة مع عاكف. النهاردة يوم حزين جدا على الكرة المصرية والنادي الأهلي بشكل خاص وجماهير النادي الأهلي اللي كانت النهاردة أحلى حاجة في مباراة الأهلي وصن داونز، خروج النادي الأهلي أمام صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. خروج كان مخيب جدا للامال، وخروج بشكل سيء. عارف لو الاهلي لعب بشكل كويس وادى اللي عليه ما كانش الناس هتزعل بهذا الشكل، لكن الناس عارفه ان الاهلي ما يستحقش التأهل في المباراة النهارده، وده كله بسبب الطريقة اللي لعب بيها مارسيل كولر وتأخيره في التغييرات. وللأسف أنا مش عارف الإدارة إزاي مش قادرة تشوف على طوال الموسم إن مارسيل كولر عنده مشكلة كبيرة جدا جدا في قراية المباريات. تغييراته متأخرة جدا، تغييراته سيئة جدا، الطريقة اللي بيلعب فيها لكل مباراة بتكون مختلفة وبتكون بشكل خاطئ جدا أمام الفرق. غير اسلوب النادي الاهلي، غير شخصيه النادي الاهلي. النادي الاهلي عمره ما بيسيب الاستحواذ بالشكل ده. النادي الاهلي هو اللي على طول بيستحوذ على الكوره، هو اللي على طول بيهاجم. للاسف خلى اسلوب النادي الاهلي انه يدافع وانه يسيب الاستحواذ وانه يلعب على الهجمه المرتده، وده مش اسلوب النادي الاهلي تماما. فساعات زي ما بنقول رب ضاره نافعه، ان حاجه بتحصل عشان حاجه احسن تحصل ان شاء الله. فالنادي الاهلي يوفق ان هو يجيب مدرب يعرف يقوده باسلوب احلى في كاس العالم للانديه. هيكون في تغطيه خاصه بكره ان شاء الله على كل ما جاء في الاعلام، وبرضو الاعلام الرياضي طبعا. وهيكون في تغطيه خاصه للكواليس ما بعد مباراه الاهلي وصن داونز. تغييرات مارسيل كولر للاسف متاخره جدا وسيئه جدا. للاسف لو كان لاعب من نص الشوط الثاني بهذا التشكيل اللي خلص بيه في اخر 5 دقائق، كان الاهلي هيكون اداؤه مختلف وبشكل تاني تماما. كان حتى في ضربة جزاء لصن داونز الحكم اعتقد ان هو اخطأ ان هو ما حسبهاش، عشان تؤكد ان النادي الاهلي ما كانش يستحق ان هو يتأهل بهذا الاداء. بس ان شاء الله الادارة تقدر ان هي تختار المدرب الانصح والانسب، الاصلح والانسب للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه. في 3 مرشحين: ريني فايلر السويسري، طبعا جماهير الاهلي نفسها ان ريني فايلر هو اللي يقود الاهلي في كاس العالم للانديه، وايضا جوميز اللي هو كان بيدرب نادي الزمالك وبيدرب في السعوديه دلوقتي. وفي برضه ترشيحات لفيتوريا المدرب البرتغالي. وهنشوف اخر الكواليس وهنشوف مارسيل كولر ورحيله عن النادي الاهلي قريبا جدا هذا الاسبوع، لان الاهلي ما ينفعش يطلع في موسم كامل من غير بطولات. فربنا يصلح الحال ان شاء الله لجماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي في الكاس العالم للانديه. مع السلامه.